الصراع اللي شغال دلوقتي على السوشيال ميديا، العقار ولا الذهب؟ الصراع اللي دايما بنشوفه عقار ولا ذهب. اللي يقول لك عقار قول له غلط، واللي يقول لك ذهب يبقى غلط. بص، هي الصراحة هي بتعتمد عليك انت، وبتعتمد على جيبك وعلى التزاماتك. بمعنى لو انا شغال بمبلغ استثماره قليل وعلى مدى القصير، يبقى انا كده هشتغل على الذهب. بمعنى ايه؟ الذهب بيطلع وبينزل، يطلع وينزل. يعني الذهب بيطلع مرة واحدة كده، وانت لو قدرت تتابعه تقرا بس مؤشراته صح، اعرف ان الذهب هيكسبك، بس هيكسبك على المدار القصير، تمام، بمعدل دوران سريع. بس مشكلته ممكن في ثانية ينزل يخسرك فلوسك كلها، او على الاقل هيخسرك بنسبة 25% من فلوسك. طب لو انا بفكر على المدى البعيد، وانا فلوسي مش كتلة واحدة، او بمعنى بلك كده، انا بشتري الحاجة بالتقسيط، ساعتها العقار هو الافضل لك. ليه بقى؟ لانه انت بتعمل ايه؟ بتعمل في العقار كحصالة، بس بدل حصالة البنك بعمل حصالة في العقار. حصالة البنك انا بحط فلوسي وباخد عليها فائدة، تمام، بتتراوح من 20 ل 25 في الاغلب، وممكن توصل 27 و30، بس خلاص بدأت ايه؟ الفايدة تنزل في البنك، وناس كتيرة بدأت تسحب. بس المشكلة في الحتة دي، أنا لو جينا نضرب مثلا، أنا فيلا مثلا ب10 مليون، أنا دلوقتي حطيت ال10 مليون إيه في البنك، بعد سنة هيطلع فلوسي مثلا 10 مليون وإيه، وخدت الفايدة بتاعتهم مثلا إيه 2 مليون 3 مليون، يعني حسبة إيه 13 مليون أو إيه بالكتير كده. طيب هل أقدر أروح أشتري نفس الفيلا بعد سنة؟ طبعا لأ. بس لو انا حطيت ال10 مليون مثلا في فيلا كمقدم او اقساط فيها، هتلاقي الفيلا بعد سنه زادت في نفس الوقت. ايه؟ انت بعدت عن حته ايه؟ التضخم. الفيلا سعرها زاد، وفي نفس الوقت الفلوس بتاعتي ما ضاعتش، خدت عليها فايده. مستشارك العقاري ميسر الجوهري، واي صراع انت عايز تحله كلمنا عليه.